عمرك شُفت حد تحس كده إن وشه حلو كل ما يعمل حاجة تنجح، كل ما يفكّر في فكرة تلاقي الفرصة جات لحد عنده، وفي نفس الوقت تلاقي ناس تانية دايمًا بتقول أنا حظي زفت وكل حاجة تقلب ضدهم، هو فين السر؟ هو الحظ ده حاجة بتيجي كده من السما والّا في ناس بتعرف تصنعه بنفسها؟ القصة اللي جاية دي ممكن تغيّر تفكيرك تمامًا. في حارة قديمة كان في 2 صحاب، عم إبراهيم وعم محمود. الاتنين شغالين في القماش وعندهم نفس الظروف تقريبا. عم إبراهيم كان كل شغله بيكسب والناس بتقول عليه ده وشه حلو قوي. أما عم محمود فكان دايما يقول أنا حظي نحس وأي صفقة يعملها تخسر. لما السوق وقع عم محمود قفل محله وقعد يندب حظه، لكن عم إبراهيم نزل يدور على زباين جديدة وغير نوع البضاعة وفتح سوق جديد لنفسه. والناس قالت يا بخت عم إبراهيم حتى في الأزمة بيكسب، لكنه ضحك وقال مش حظ يا أولاد، ده توفيق من ربنا ومعاه شوية تفكير. طيب إزاي نكون زيه؟ إزاي نصنع حظنا بإيدينا؟ دي أسرار الناس المحظوظين. واحد، بيعرفوا يلتقطوا الفرصة. الناس دي مش بتستنى الفرصة تيجي، لا، هم اللي بيدوروا عليها. بيقابلوا ناس بيجربوا حاجات جديدة، بياخدوا بالهم من حاجات بسيطة ممكن تفتح لهم باب رزق أو نجاح. اتنين، بيسمعوا لإحساسهم اللي بنسميه الحدس أو الإحساس الداخلي، مش سحر ولا حاجة، دي خبرات وتجارب بتتخزن في دماغهم، ولما يجي وقت القرار الإحساس ده بيقول لهم يعملوا إيه وهم بيسمعوا له ومش بيكذبوه خالص. تلاتة، عندهم تفاؤل بيخليهم يتحركوا دايما متوقعين الخير، وده بيخليهم ياخدوا قرارات جريئة، ولو وقعوا ما بيستسلموش، بيقوموا تاني ويكملوا زي ما عم إبراهيم عمل وقت الأزمة. أربعة، بيعرفوا يقلبوا النحس لحاجة في صالحهم. لما تحصل مصيبة ما بيقعدوش يندبوا الحظ، بيفكروا إيه اللي ممكن أطلعه من اللي حصل، يمكن أتعلم حاجة، يمكن أبدأ من جديد في طريق تاني. خمسة، عندهم علاقات قوية حواليهم. الناس المحظوظة دايما عندهم دايرة ناس بتساعدهم بتفكر فيهم لما تظهر فرصة. وأوقات الفرصة بتيجي من كلمة من شخص أو حتى مساعدة بسيطة في وقتها. لو وصلت لحد هنا فأنت أكيد بتدور على تغيير حقيقي. قول لنا في الكومنتات إيه أكتر سر حسيت إنه شبهك وحصل معاك قبل كده، موقف حظ غريب احكي لنا. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، لأن ده أكبر دعم بيخلينا نكمل ونقدم لك اللي ينفعك. سلام مؤقت لحد الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.